في الفيديو ده هقول لك خطوة بخطوة وبالتفصيل ازاي تعمل محتوى كامل بالذكاء الاصطناعي، من اول اختيار المحتوى للفكرة وتحويلها لفيديو. بس في البداية كده ما تنساش تعمل لايك وفولو واحفظ الفيديو علشان هتحتاجه بعدين. اول حاجة هتخش على شات جي بي تي، هتقول له لو انت صانع محتوى وهتبدأ تعمل ريلز على الانستجرام ويجيب تفاعل عالي ويكون منتشر مثلا في بريطانيا، ايه بقى انواع المحتوى اللي ممكن تعملها؟ شات جي بي تي ساعتها هيديك افكار محتوى ممكن تعملها. هتقول له بقى بعدها اكتب لي 10 افكار بتحقق انتشار فيروسي عن المحتوى اللي انت اخترته. ساعتها شات جي بي تي هيطلع لك 10 افكار، انت هتختار فكره منهم. بعد كده هتقول للشات جي بي تي اكتب لي برومت عن الفكره دي لمحتوى ريلز على الانستجرام مدته مثلا 40 ثانيه ويكون بيحقق انتشار فيروسي. ساعتها شات جي بي تي هيطلع لك برومت. احنا بقى في اللحظه دي جبنا الفكره من شات جي بي تي والبرومت بتاعها. تعالى بقى ناخد الفكره دي ونعمل لها احياء عن طريق موقع ان فيديو. هتاخد البرومت اللي طلع من شات جي بي تي كوبي وتخش على ان فيديو وتعمل له بيست وتختار بقى شويه حاجات ليها علاقه بالفيديو، وفي دقايق الفيديو بيطلع لك. Quite the adventure. It's only been a week, but London already feels like home. وكده انت عملت محتوى من غير ما تكتب ولا تصور ولا تمنتج، والنتيجه اللي طلعها لك موقع ان فيديو تقدر تعدل على اي حاجه فيها مش عاجباك. يعني مثلا انا هقول له هنا غير لي لغه الفيديو مثلا للغه العربيه. أنا جاك وهذا أول أسبوع لي في لندن. كانت مغامرة حلوة كتير. تقدر دلوقتي تجرب ان فيديو من اللينك في البايو عندي.